كنت مخلوعة. قلت له شراك تقول؟ قال لي بلعي بلعياتي تليفون ولا خسر لك وجهك. عطيت له تليفون وانا نرجف، قاعد يقلب فيه وانا قلبي راح يحبس وندعي فيه ربي. فتحو شاف العجب لي ميساج لي زابيل، قال لي ايه سوا كيما حكات لي صحتك يا الخداعة منافقة، عن بالك راح تكلخيلي ونتزوج بك ياك؟ نتزوج بوحدة فاتوا عليها كامل جزائريين. كيفاش راني نبالك ناكل من ودني ولا نبالك نسطر الوليات؟ راني في شهر عسك نشوفك واش ديري برا ويسمعوني حتى كي تكوني تهضري مع الرجال. انا قعدت غير نبكي، حكم التليفون خبطو على الحيط وعينيه حمارو. قال لي اليوم ندي حقي انا وصحابي. علاش اللي راهم يدو خير منا؟ شدني من شعر وقال لي اسمعي تعيطي ولا تنطقي اليوم نذبحك وندفنك، واحد ما يعرف الراكي غلقي فمك. وانا نبكي ونشهق وصحابه يشوفوا يضحكوا. قعدت نحاول فيهم يرحم والديكم، الله يستر على خواتاتكم، ما ديروا لي والو، الله يخلي لكم ماليكم. قال لي بلعي وحده كيفك ما تهدرش على نساء الفحلات اللي عندي في الدار، السكتي. دورت راسي نحوس على حاجه نرفدها ندافع على روحي بها نخطو بها ما باليش، حتى لقيت مصحف محطوط رفدتو وعنقتو. قلت له ما تشوفش ليا، شوف لهذا الكتاب استرني، الله يرحم بابك دادي، الله يعيشك ما تأذينيش. هو شاف الكتاب في يدي عفوا وبعد وقف. قعدت انا في الارض ونبكي بالشهقه ومعنقه الكتاب. راح اغسل وجهه وفتح لي الباب، قال لي وجهك ما نزيدش نشوفه وبالك تزيدي تغلطي في النيميرو ديالي. خرجت نجري وعند الباب لبست حجابي وهذاك الكتاب غير بين يدي معنقات وديته معايا ونبكي. حكمت طاكسي ورحت لدارنا، توضيت وصليت وحمد ربي اللي استرني. يا ما كون ما سلكنيش القرآن كانوا راح يفوتوا عليا في 3 ويرموني. هذه لقعت حية. صليت وبكيت وعاهدت نفسي وحق ربي ما نزيد نهضر مع واحد ولا نخرج الطريق ولا نحي حجابي من اليوم. من بعد خرجت عند يما، قلت لها خلاص ما راح نحبس قرايه في السنتر. قالت لي دبري راسك، انا على بالي ما كنت تقراي ما والو، كنت نخليك غير باش تنحي الغمه مع صحاباتك. قلت لها في قلبي الصحابات هما اللي وصلوني للهلاك، صحابات اللي سجلوا هدرتي وحكاو لي هذاك الخبيث كلش. بصح معليش كانت ضربه قويه ليا باش نرجع للطريق المستقيم. درك الحمد لله راني نصلي ونحفظ حتى في القرآن وندعي ربي يغفر لي على كاع واش درت ويستر كامل الوليات. البنات خطيكم العلاقات غير شرعية، راكم تشوفوا والله تديكم للهلاك. بزاف بنات ضاعت حياتهم خرجوا الطريق، وكاين اللي ماتوا بسبب الحب والخرطي. شدوا في ربي، هو اللي يرزقكم الحلال بإذن الله ويعوضكم، والله يرزقني معكم إن شاء الله. في الآخر حبيت نسألكم، اسكو لو كان نتزوج بكاش واحد، يعني واحد يجي يخطبني نحكي له على الشيء اللي صرا فيا، مع انه انا راكم سمعتوا القصه تاعي جامي كاش واحد توشاني، كنت نهضر غير في الهاتف، يعني راني عفيفه في جسدي ابار واش صرا مع دادي. اسكو نصارح انسان يجي يخطبني ولا نستر على روحي ونكمل حياتي؟